السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. تحية طيبة مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان عبر قنوات بي ان سبورتس. يوم من أيام كأس العالم هنا في قطر التي تستضيف هذا الحدث العالمي والظهور العربي حتى الآن بالنسبة للمنتخبات المشاركة في هذه الكأس العالمية. السعودية بالأمس رفعت راسنا وتونس شرفتنا، واليوم الحضور مع أسود الأطلس المنتخب المغربي في مشوار المجموعة السادسة. هنا يدشن المجموعة بمواجهة من نار، مواجهة مرتقبة مثيرة أمام المنتخب الكرواتي. إخوتي هيا للعلا السعية، واليوم نسعى للمجد ونسعى لكتابة التاريخ ونسعى كذلك لتحقيق الأرقام واستعادة ذكريات وأمجاد الماضي. 86 نعم، هناك في المكسيك هناك زارت الأسود، واليوم نتمنى أن تزار من جديد في العاصمة القطرية وفي مختلف المدن القطرية. هنا في كرة ممكن شوط فيها جول. مودريتش يرفع الكرة وعلى القائمة الثاني. الترقب والمتابعة بينما خطيرة هذه الكرة، والسايس في نهاية المطاف. السايس يبعد الكرة مباشرة. سفنسيري المشاكس يمشي لزياش الباس 1-2. أحلى كرات أحلى لمحات ولمسات هنا في صافرة وتعطى الأفضلية للمنتخب المغربي. مودريتش، بروزوفيتش، كوفاشيتش في وسط الميدان، كراماريتش في الخط الأمامي يتوسط فلاشيتش وبيريتشيتش. شوت الكرة يا زياش عندك شوت. كراكي كرة في وسط الميدان، انطلاقة كرواتية البيت. الكرة تمشي للأمام طولية لكن سايس يراقب المنارة الدفاعية. الكابيتانو غانم مرت سلامات. اول غلطه قد الجزاء. انطلاقه من الجهه اليمنى على التحضير بعد من مودريتش في المراوغه. مودريتش يدخل العرضيه ولكن فيها تغطيه دفاعيه. بعد ذلك وصلت على جهه مغربيه في احلى كره لحكيمي سدد الانذار الثاني بقدم حكيمي. مزراوي يغطي هناك في الجهه اليسرى فيها عرضيه تمشي ناحيه لعب حكيم زياش، مرفوعه في القائمه الثاني. هنا نقصة الراسية ويلا الراسية يوسف ينصيري أكثر مع مرور الوقت. هذه كرة طولية ممتازة يا يوسف ينصيري لو فعلت دفاع ما يمرش. برافو قاطع الكرة في الوقت المناسب وبالت الأول الثاني في الوسط. هذا يعطيك الثقة أكبر. كرة حكيمي هنا 1 ضد 1. حكيمي وفيها لمسة يد ماذا؟ هل فيها شيء؟ السنة الماضية وفي السنة الحالية هو اشتغل على 4-2-3-1 لما يغيب مودريتش، ولكن لما يحضر لوكا مودريتش دفاعية ونجومية ستلعب هذه الركنية بالراس. كوفاشيتش يرفع كرة لكن ياسين بونو بالمرساقي وسط الكرة على الجهة اليسرى. اخرج يا ياسين. انطلاقة مودريتش يلا يا مرابط. الكرة البينية المليمترية. عينك على الكرة يا زياش وعينك على نصير يا زياش، ولكن بعيدة تماما على يوسف نصيري. إني أرى في الشباك يا زياش ولكن الجدار زيد أكثر. فكر بالتسديد يرجع حكيمي والصافرة والأفضلية للمنتخب المغربي. زياش يلعب البينية ممتازة. وناحي لماذا الدوران يا أولاد؟ الخروج بالكرة سليمة ملاح فيها خطأ. نعم الخطأ موجود. طلع كرة خطيرة. أول تسديدة من مودريتش. أول تسديدة الرؤوس. زياش يرفع في القائمة الأول ولكن الدفاع لازالت كرواتيا. سوزا وبونو. يا بونو الانطلاقة من حكيمي في عرضية. الاسم واحد المغرب عاليا بينما الكرة الأمامية للمساندة زياش، وهذا ما يعجبني في زياش المساندة الدفاعية والضغط على حامل الكرة. عارف بأن الأمر سيمات. العرضية بونو خطيرة مرابط كمان طولية. هنا ناخذ حذرنا أفضل بونو. هنا العرضية بونو ممتاز. الجهة اليمنى دي خطيرة. عرضية طلع
ممتاز حكيمي في الرجوع، ممتاز حكيمي في التايمينج، حكيمي وزياش، حكيمي سدد. صاروخ مودريتش، خلوا مودريتش، اعطوه المساحه مودريتش، ولكن زلزولي انطلق الزلزولي، راوغ الزلزال صعبه. يلا يا بونو، بونو بقي على الخط، ومراقبه لاصقه ارجوكم خطيره. يا نصيري ومن طلع الكره الماضيه، ثلاث مغربيه، يحيى عطيه الله يرفع الكروس الاول من يحيى عطيه الله. يا مرابط ما يمرش، يا مرابط وسط الكره على الجهه اليسرى، ممتاز من الدقائق الأولى والمحاولات الأولى. لعويس يتصدى لكرة ليونيل ميسي في اللقطة الماضية في أولى المحاولات، في أول من يسرى. هنا التسديدة تاتي والهدف الأول، الهدف الأول للمنتخب الأرجنتيني. ليونيل ميسي يبدأها للأرجنتين ويسجل أول هدف عن طريق ميسي يتقدم. تسلل كان موجود نعم في الكرة الماضية. ميدان بينية تأتي الخطورة حاضرة لعويس. هل كان هناك تسلل؟ نعم. تسلل كان موجود في اللقطة الماضية. محاولة، فرصة تأتي، هي بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بحضراتكم معانا متابعينا الكرام. إن شاء الله في الفيديو ده هنعرف مع بعض موعد مباراة منتخب بلجيكا ومنتخب كندا في الجولة الأولى من دور مجموعات بطولة كأس العالم قطر 2022، وهنعرف مع بعض القناة الناقلة ومعلق المباراة، فتابعونا. إن شاء الله مباراة منتخب بلجيكا ومنتخب كندا من دور مجموعات الجولة الأولى كأس العالم قطر 2022 هتتلعب يوم الأربعاء الموافق 23/11/2022. توقيت المباراة هيكون الساعة 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة. القناة الناقلة لهذه المباراة هي قناة بين سبورت ماكس HD1. معلق المباراة هو المعلق محمد بركات. منتخب بلجيكا ومنتخب كندا بيلعبوا في المجموعة الستة مع منتخبات المغرب وكرواتيا، اللي هيلعبوا ان شاء الله نفس اليوم الاربعاء، ولكن الساعة 1 ظهرا بتوقيت مكة المكرمة. طبعا في المجموعة دي بنتمنى التوفيق لمنتخبنا العربي، منتخب المغرب، انه يصعد عن هذه المجموعة مثلا مع منتخب بلجيكا. طبعا نتمنى لكم مشاهدة ممتعة لهذه المباريات وجميع مباريات كأس العالم 2022. وفي نهاية الفيديو بنحب نشكر حضراتكم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.